ازاي اقدر اساعد اشخاص بيمروا بضغوط نفسيه؟ لان الشخص اللي بيمر بضغوط نفسيه ده شخص اصلا بيكون حواليه ضغط كبير جدا، يا ضغط نفسي يا ضغط جسدي يا ضغط اسري يا ضغط اجتماعي. يا بيكون بيأثر عليه على الجسد بتاعه، بيكون شخص عنده اضطرابات في النوم، بيكون عنده حساس من الاصوات، بيكون عنده حساس من الكلام. ممكن لو قعدت تتكلم معاه كتير بيبقى رافض ان هو يتكلم، رافض ان هو يحكي، رافض يقول هو حاسس بايه. طب انت كشخص طبيعي في حياته، كصديق مثلا، كأم، كأخ، ك... كمدير، كزميل عمل، ازاي تقدر تساعد الشخص اللي بيمر بضغط نفسي؟ الشخص اللي بيمر بضغط نفسي بيكون محتاج راحة اكتر من الدوشة. يعني ما افضلش كل شويه اساله عن مشكلته، عمل فيها ايه وخليت فيها ايه، لا المفروض كنت تعمل كده، المفروض كنت تسوي كده، المفروض لا انت المفروض كنت تاخد الخطوه الفلانيه. هو عارف ياخد الخطوات دي وفاهمها كويس، بس هو مضغوط، مش قادر يرتب اولوياته، بيكون محتاج لهدوء، لاسترخاء. اقدر اسانده بكلمات دعم جميله جدا، اقدر اساعده من غير ما يحس، اقدر انظم له اولوياته. بدل ما اقول له المفروض كنت تعمل كذا وكذا 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 وكذا، اقدر اقولها له بكلام مش محسوس. اقدر اقول له كلام حلو يخليه يدعمه طول اليوم. قد ايه انت قوي، قد ايه انت شجاع، قد ايه انت، ما انت شخص قوي جدا. احنا كلنا جنبك. انت تقدر تعدي المحنه دي. لكن طول ما انا بنتقده وبدي حلول غير منطقيه ما يقدرش عليها، وبديله حاجات هو نفسه مش حاسس بيها، يعني بديله اقول له ايه لازم تنام كويس وهو مش قادر ينام، كل ده بيزود له الضغط بتاعه مش بيحلها. حاول تكون داعم كويس جدا لمريض الضغط النفسي، وحاول تكون صديق جيد عشان تقدر تمر انت وصديقك بالحياة والضغوطات النفسية. هرمون السعادة.